عندي وحوش ما شاء الله. ايه الطعامه دي وايه سمنة الجمال فلاحة. ده؟ بس اللي ربنا يقدرنا عليه هنعمله مع الناس. سمعت اللي عندك يا دكتوره مفاجآت في الفسيخ السنه دي. لأول مرة في محافظة البحيرة فسيخ فاكيوم مغلف مخصص للتصدير. تعالى اوريكي فسيخ بيتعمل ازاي من مصنع البحار حسون. واهم حاجه تصلي على النبي. المرحله الاولى السمك بيجي لنا زي ما انت شايف بالجوده دي، النخشوش احمر زي ما انت شايف كده، بالصلاه على النبي بيلمح كده. بيخش على مرحله الغسيل. احنا بنغسل السمك الاول، هدفنا كله الزبون ياكل حاجه ويتمتع بيها. اكتر من 40 سنه خبره في مجال الفسيخ. كلمنا عن السمك. شايف نوعين سمك عندك، ادي شاف سمكه كبيره وشاف سمكه ده صغيره. حجم الجامبو يا عم الحاج، ده حجم اللي هو الوسط. بتملح ده لوحده وده لوحده ولا كله مع بعضه؟ لا ده لوحده وده لوحده. الزبون ياخد غرضه، عايز الكيلو ماشي، 3 في الكيلو ماشي، عايز واحده كيلو، عايز واحده كيلو الا ربع اللي هو عايزه. بيفضل في الملح نفس الميعاد ولا بيختلف من سمك لسمك؟ السمك الكبيره بتاخد ميعاد اكتر يوم ولا اتنين عن السمك الرفيع. السمك ده ما شاء الله هو فريش كده جاهز للتمليح. جاهز للتمليح يا حاج. ما شاء الله هينزل كده في البرميل، هينزل في ويطلع فسيخ والناس تاكله ويطلع وتشرب. فسيخ حاجه جوده عاليه يا حاج تحت اشرافك الاول. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليكم يا رجاله. نخش على المرحله الجديده، مرحله التمليح. الحديث بقى والجديد في الشغل، احنا بعد ما غسلنا السمك نضيف له حاجه اسمها مرحله غسيل مره تانية. بنحطه في محلول ملحي. ده محلول ملحي لو مكان العامل او مكان اي حاجه حصل له تلوث او بكتيريا بتلفه في الملح كده ويطلع زي الفل كده جاهز للتمليح. انا شايف ان هنا في شويه اعشاب وشويه حلقات تكات. دي الحاجات بقى بتاعت البحار حسون اللي احنا قلنا اسرار المهنه ما بتطلعش بره. حاسب ابو عبد الله بتعمل ايه؟ الخلطه السريه يا حاج. لا يا باشا ما بتعملش حاجه غير لما نفرجوا الناس احنا بنعمل ايه. ده البرميل بتاعنا تعقيم كامل. السؤال الاهم، وقت التمليح قد ايه؟ الفسيخ في الجو البرد ده يقعد من 10 ايام ل 15 يوم. اهم حاجه وانت بتشتري الفسيخ من عندي غيري، بص على جوده البرميل. ده عنوان اي محل، اللي احنا نطلع بمنتج جيد عشان صحتك وصحه اولادك. ورينا حاج الشكل النهائي للفسيخ. الشكل النهائي دي مسؤوليه الراجل ده في ذمته. ورينا يا حاج ابراهيم التكفيله بتاعت الشغل. انت المسؤول عن التكفيله دي قدام مني. طبعا الملح دوت ده ماده حافظه عشان خاطر ما فيش اي هواء يخش للبرميل. والكيس ده يا حاج ابراهيم بيعمل ايه؟ والكيس ده طبعا عازل عشان لما نيجي نشيل الملح نعمل كده. سمعت اللي عندك سمكه 3 كيلو و4 كيلو. عندي وحوش ما شاء الله. انا عايز ناخدها في حضني كده يا حاج ابراهيم عشان نبين للناس. اهم حاجه تصلي على حضره النبي. الحلاوه دي وايه الطعامه دي وايه سمنة الجمال فلاحة. ده؟ اللهم صل على حضره النبي. بس اللي ربنا يقدرنا عليه هنعمله مع الناس. رمضان كريم، استنيكم في العيد. شارع عرابي، محل حسونه بجوار مسجد التوبه.